كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا استاذ نجم. النهارده في رحلة اليخت نور وصافي في النيل لإسعاد قلوب الناس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأعمال إدخال البسمة والسرور على قلب المسلم. هدف الرحلة إيه يا أستاذ صافي؟ والله نور من الناس اللي انا بعتز بيها جدا. بتعمل لنا رحلات بتجبر بيها خواطر. بعت لك احكي بقى على الكلام الحلو ده. السليمه والناس المرضى وبتسعدنا لانها بجد من الناس اللي هي ترتاح لها نفسيا. ست محترمه جدا جدا وبتحببنا ببعض وبتقربنا من بعض. بتجيب لنا يخت وبتعمل لنا رحلات كويسه. صلي على النبي. مشاعرك ايه وانت شايفه العدد الكبير الحلو ما شاء الله في الرحله؟ ببقى مبسوطه جدا ان انا مع اصحابي واصدقائي وحبايبي كمان في الرحله. ببقى مبسوطه قوي قوي لان ربنا يسعدك يا رب. احنا كستات بنحب نفك على نفسنا شويه من المجهود اللي علينا. بعيد عن البيت يعني؟ طبعا. يعني جوزك سامع الكلام ده، خدي بالك. طبعا وهوريه له كمان وخليه يسمع. طب اخر سؤال لو لابا ليكي بقى، جبت لنا كحك وبسكوت ترمس ولا طب؟ جبت طبعا. يعني معاك لينا يعني الكلام دوت؟ ان شاء الله. بس حضرتك طيب العيد بقى، العيد هتقضيه فين؟ والله انا قضيت جزء في البيت وجزء مع اصحابي. خرجنا كده برضه خروجه حلوه كده مع بعض وقضينا وقت جميل برضه. يا رب يسعدكم رب دايما في الرحلات الجميله جدا. شكرا مدام صافي. ربنا يخليك يا استاذ مجدي. يعني استاذك ومرشد رحلات صراحه جميله. تسلم، ربنا يخليك يا استاذ مجدي. كان معكم